هي اوبر بتعمل كام في نيويورك؟ ما تيجي نشوف مع بعض. تفتكروا اوبر بتعمل كام؟ يعني انت لو اشتغلت في اوبر في نيويورك هتعمل فلوس اكتر ولا اقل من ولايات تانية؟ الحقيقة نيويورك سيتي فيها نظام مختلف عن بقية حتى ولاية نيويورك. تعتبر من اعلى التسعيرات الموجودة في امريكا في مدينة نيويورك سيتي. التسعيرة بتاعتها تعتبر كويسة، وفيها حاجات كتيرة لطيفة. ممكن ناس تشتغل وتعمل $300 في اليوم عادي، وممكن ناس ما تقدرش تعمل ده، ممكن ناس تعمل أكتر من دوت. طب هم الفلوس ديت صافية؟ لا، الفلوس ديت بتحتاج إن أنت تدفع إيجار العربية عشان تجيب عربية تشتغل بيها في نيويورك سيتي. لازم عربية مواصفات خاصة. الناس القديمة ممكن يكون عندها عربيات لكن الجديدة ما تقدرش، فلازم تأجر عربية. أقل حاجة العربية بتتكلم في 300-350 دولار في الأسبوع، غير البنزين، غير اللي هي التولز اللي هي الكارتات، غير التيكيتات، لأن في مشاكل كتيرة وشرطة كتيرة بتتابع سواقين اللي هم الأوبر أو غيرهم في نيويورك سيتي. طب يعني هعمل كام صافي في جيبي بعد كل ده؟ أغلب الناس تشتغل تحط يومين أو 3 في الأسبوع تدفع بيهم المصاريف الأساسية بتاعت التشغيل، وبتشتغل إن هي تكمل ال4 أيام الباقيين على الأقل يبقوا صافيين دخل ليهم. في ناس بتشتغل بتعمل $300، 300 في اليوم. في ناس بتعمل أكتر، في ناس بتعمل أقل. أحسن فترات للشغل بتبقى الصبح وبالليل، وقت الراش أور. وقت الراش أور ناس كتيرة بتبقى عايزة تروح منهاتن، بيبقى فيها شغل، بيبقى فيه شغل جوه منهاتن. الناس بتطلع من كوينز، من بروكلين، من أماكن مختلفة بتروح هناك. تنزل بدري مثلا الساعة 6 الصبح وتوكل على الله، تخلص على 10، 10 ونص، 11، وتروح تنام وتستريح. بالليل الساعة 4 كده تكون موجود جوه السيتي، جوه منهاتن، تبدأ تشتغل لغاية الساعة 10، 11، 12. انت ورزقك هتعملهم عادي. بس هو الناس القديمة ما بتشتغلش اوبر بس. اوبر في نيويورك سيتي مش هي كل حاجة. اوبر بيشتغلوا مع الليموزين، بيشتغلوا مع شركات هنا، شركات هنا، يجيله شغلانة من هنا فبيقدر يكفي نفسه، ممكن يعمل فلوس أكتر. العربيات الصغيرة مصاريفها أقل، وهي بتشتغل اوبر اكس او اوبر بول بس والموضوع منتهي. العربيات الكبيرة مصاريفها أكتر، بس في ناس بتعرف تدخل منها أكتر، دخل أكتر. ما ينفعش تبدأ بحاجة وأنت لسه مش عندك خبرة. لما تبدأ صغير وتفهم وتحب تعمل أكتر هتعمل. طب هو بقية الولاية عاملة إيه؟ بقية ولاية نيويورك أسعارها إيه؟ أسعارها تقريبا نص التسعيرة بتاعت نيويورك سيتي. كلها؟ لأ، في حتة فيها شغل زي الفل في نيويورك سيتي، بقى فيها رزق كويس. فين؟ في الهامبتونز. امتى؟ في الصيف. الهامبتونز ما ينفعش تشتغل بيها في تجيب عربيه من عربيات نيويورك سيتي تشتغل بيها في الهامبتونز، لا، لازم عربيه نيويورك ويبقى ليك اكونت في نيويورك سيتي. يعني بتكلم طبعا عن نيويورك ستيت، اكونت تبع نيويورك ستيت عشان تروح تشتغل في الهامبتونز. الهامبتونز التسعيره بتاعتها تقريبا ضعف التسعيره بتاعت نيويورك سيتي، بس الهامبتونز لان هي مصيف وبيجيها مشاهير وغيره، فهي شغلها كله تقريبا اغلبه بيشتغل في الصيف. الشتاء تعتبر ميته، مبقاش فيها شغل كتير. في الصيف شغل زي الفل وتسهر فيها وتعيش حياتك. نقطه كمان، الويك اند في شغل كويس في اوبر بالليل اكتر. بيبقى فيه الصبح بس في بالليل فيها شغل كتير اكتر في اوبر، سواء في نيويورك سيتي او لو تروح هامبتونز او غيره. طيب الحتة الرخيصة بتجيب فلوس؟ بتجيب فلوس. انت مش محتاج تأجر عربية، ممكن تجيب تشتغل بعربيتك، فمش هيبقى عندك المصاريف ديت وهتفضل بقى شغال. بس هي عشان تكلفة قليلة، عشان تسعيرة قليلة، محتاج تشتغل كتير، تحط اوقات اكتر ومايلات اكتر، بس هتعمل فلوس عادي يعني، فهتعيش بيها برضه. طب مثلا نيوجيرسي فيها شغل؟ فيها شغل كتير.
بس طبعا على حسب المنطقه وحسب المدينه او السيتي او المكان اللي انت عايش فيه فيها ضغط الشغل. في حته حاجه مهمه، تسعيره نيويورك سيتي، آه، تسعيره نيوجيرسي هي زي تسعيره نيويورك ستيت، تقريبا نص التسعيره بتاعت نيويورك سيتي، تسعيره رخيصه. كان في حته فيها شغل جامد، تسعيره كويسه برضه في الصيف للناس اللي بتيجي تصيف. جيرسي شورز، من بعد نيوجيرسي تيرن بايك وانت داخل ايست لغايه البحر، تسعيره تقريبا نفس تسعيره، قريبه جدا من تسعيره نيويورك سيتي. فيها شغل كتير وفيها سيرج وحياه برضه، بس في الصيف. الشتاء نفس القصه، الدنيا مريحه فيها هناك، فيها شغل بس مش قوي، الشغل بتاعها بتاع الصيف. ففي حاجات فيها شغل. عايز تشتغل، عايز تجتهد، اسعى واشتغل واتعب وربنا يرزقك. بالتوفيق للجميع. تحياتي.